السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض الوردة الجميلة دي، هنشتغلها خطوة بخطوة مع بعض خصوصا للمبتدئين. يلا بينا نبدأ مع بعض. يا ريت ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. اول حاجة معايا عقدة البداية بتاعتنا، وهنبدأ نطلع مع بعض 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. هدخل في اول سلسلة معايا واخد لفة خيط واسحب من اللي على الابره، اللفتين اللي على الابره، بحيث اكون غرزه منزلقه كده بتكون الدايره اللي احنا هنشتغل عليها. بعد كده هطلع معايا سلسله، نبدا ندخل جوه الدايره بتاعتي دي كده، واخد لفه خيط من تحت، وهطلع معايا لفتين على الابره بالشكل ده. هاخد لفه خيط اقفل الاتنين دول كده مع بعض، دي كده اول غرزه حشو معايا. بعد كده ادخل تاني واخد لفه خيط من تحت واطلع معايا لفتين على الابره، هاخد لفه خيط اقفل الاتنين مع بعض كده، كونت تاني غرزه حشو معانا. بالنسبه لسه مبتدئين، لو تحب تعلمي بالماركر كده اول غرزه حشو معانا بالشكل ده كده، يبقى احنا كده معانا 2 غرزه حشو. ادخل جوه الدايره واخد لفه خيط واطلع معايا لفتين، هاخد لفه خيط اقفل الاتنين مع بعض. 3 4 5. انا كده كونت جوه الدايره بتاعتي 5 غرزه حشو، هكملهم لغايه 15 غرزه حشو. 14 15 غرزة حشو زي ما اتفقنا مع بعض. كونا جوه الدايرة بتاعتنا 15 غرزة حشو. بشيل الماركر كده معايا وابدأ ادخل في اول غرزة دي اللي احنا معلمينها، هدخل فيها واخد لفة خيط واسحبها من اللي على الابرة بغرزة منزلقة، بحيث ان انا كده قفلت الدايرة. هاخد سلسلة بسحب، انا كده خلصت الفتلة بتاعت الطرف دي، ومعايا فتلة البداية. عايزة تسيبي دايرة بتاعتك واسعة من الشكل ده من النص، هتسيبيها زي ما هي كده. عايزة تضيقيها شوية، انا حابة اضيقها شوية عن كده، هنضيقها بالشكل ده. نسحب الخيط بتاع البداية اللي هو الفتلة بتاعت البداية خالص، كل ما تسحبيها كل ما الحتة دي هتبدأ تضيق معاكي وتدي شكل تاني. تمام. هناخد بقى اطراف الخيط دي بقى كده وندريها في ظهر الشغل بتاعنا. هنبدأ نجيب اللون التاني ونبدأ نعمل بيه عقدة البداية، وهنبدأ نجيب الدايرة في اي غرزة من غرز الحشو بتاعتنا دي وهندخل فيها، وابدأ اسحب الخيط بتاعي الفتلة الكبيرة دي كده واسحبها من اللي على الابرة، واشد الخيط بتاعي كده بحيث اضيق الغرزة. تمام. احنا كده خلاص ثبتنا الخيط بتاعنا. هنبدأ نطلع بقى معايا 4 سلاسل. 1 2 3 4. بعد كده هاخد لفة خيط وهبدأ ادخل في نفس المكان بالظبط اللي انا كونت فيه السلاسل، نفس الغرزة بالظبط هدخل فيها واخد لفة خيط من تحت واطلع اسحبها كده واطولها معايا. تمام. هاخد لفة خيط اقفل 2 واسيب 2 لسه معايا من بقية العمود، هعلقهم معايا على الابرة. بعد كده لفة خيط وهدخل تاني في نفس المكان بالظبط، وادخل تاني واخد لفة خيط من تحت واطلع، هكون تاني عمود برضو، بطول العمود بتاعي بحيث الفرع بتاعنا يكون طويل لبره، وهاخد لفة خيط واقفل الاتنين دول كده مع بعض، واسيب برضو ال3 لفات دول على الابرة. لفة خيط وادخل لتالت مرة في نفس المكان اهو، نفس المكان اللي احنا فيه بالظبط هندخل فيه، واخد لفة خيط من تحت واطلع برضو اسحبها لفوق واشدها كده، واخد لفة خيط اقفل 2 بس كده مع بعض. بكده انا كونت 3 عمود في نفس المكان. زي ما احنا شايفين مع بعض، انا باخد فتلة البداية معايا بداريها معايا في ظهر الشغل بتاعي، لفة خيط وادخل في الغرزة تانية غرزة معايا واكون فيها برضو نفس النظام 3 عمود غير مكتمل. لفة خيط واطلع باخد الطول اللي انا عايزاه، اقفل 2 مع بعض واسيب الباقيين، بقى معايا 5 لفات على الابرة. لفة خيط وادخل تاني مرة في نفس المكان بالظبط تاني غرزة معايا، واخد لفة خيط من تحت واطلع واقفل معايا 2 واسيب الباقي معايا متعلق على الابرة. لفة خيط وادخل لتالت مرة في نفس المكان اللي هي تاني غرزة، واخد لفة خيط من تحت واطلع اسحبها معايا واطولها كده لفوق، واقوم اخده لفة خيط قافلة 2 وسايبه الباقي متعلق برضو معايا على الابرة. كده معايا كام لفة على الابرة؟ كده معايا 7 لفات على الابرة.
تمام. يبقى انا كده اول غرزه كونت فيها 3، تاني غرزه كونت فيها 3 لفه خيط، وهدخل في تالت غرزه معايا، دي تالت غرزه معايا، هدخل فيها تالت غرزه حشو، هدخل فيها واكون برضو نفس النظام 3 عمود غير مكتمل، باخد لفتين من العمود بس، لفه خيط وادخل دي تاني مره، واخد برضو لفتين من على الابره بس، لفه خيط وادخل لتالت مره في نفس المكان اهو، تالت واحده، واشد لفوق كده واسحب واقفل 2 بس منهم. بكده انا كونت معايا على الابره بتاعتي 3 6 9 10 لفات على الابره، بقوم اخده لفه خيط قافله ال10 كلهم مره واحده كده مع بعض. تمام. بعد كده هاخد 4 سلسله، 1 2 3 4، وهنزل نفس الغرزه الاخيره اللي انا كونت فيها 3 عمود، هدخل فيها واخد لفه خيط من تحت واقفل عليها بغرزه منزلقه، وفي كده كونا اول غرزه بافي معايا في الشكل بتاعنا كده زي ما احنا اتفقنا مع بعض. هو بياخد معايا 3 غرز حشو من الدايره بتاعتي. بتنقل بقى في المكان اللي بعده، الغرزه اللي بعدها هبدا اتنقل فيها واخد لفه خيط من تحت واطلع معايا لفتين على الابره، هاخد لفه خيط اقفل عليها بغرزه حشو. بعد كده ابدا اطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4 عشان نبدا الفرع الجديد، لفه خيط وهنزل في نفس المكان اللي انا بدأت فيه وادخل فيه 3 مرات ب3 عمود غير مكتمل، بسحب الخيط لفوق كده عشان اطول العمود، واقوم اخده 2 واسيب الباقي متعلق، لفه خيط هنزل تاني مره في نفس المكان واخد لفه خيط اقفل 2 بس واسيب الباقي متعلق معايا على الابره، لفه خيط وهدخل لتالت مره في نفس المكان واخد لفه خيط من تحت واطلع اسحب اقفل 2 واسيب الباقي معايا على الابره. كده كونت ال3 بتوع اول غرزه حشو، لفه خيط ادخل تاني غرزه حشو معايا هدخل فيها واخد لفه خيط من تحت واطلع اسحب الخيط واطوله واسحب اقفل 2 بس، لفه خيط هدخل تاني مره في نفس المكان واكون تاني عمود، لفه خيط وادخل اكون تالت عمود معايا في نفس المكان. كده كونت 3 في اول واحده و3 في تاني واحده، لفه خيط وادخل في تالت غرزه حشو معايا اكون برضو فيها ال3 لفات مره واحده. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود في تالت غرزه حشو. يبقى انا كده كونت ال10 لفات بتوعي على الابره، اقوم قافلاهم كلهم مره واحده مع بعض، وبعد كده اقوم اخده 4 سلاسل، 1 2 3 4، وانزل في نفس الغرزه اخر غرزه انا اشتغلت فيها هنزل فيها واخد لفه خيط من تحت واقفل عليها بمنزلقه. بكده اكون كونت تاني غرزه بافي معايا بالشكل ده كده الغرزتين. بعد كده هبدا اتنقل للغرزه اللي بعدها واخد لفه خيط من تحت واطلع اكون غرزه حشو. بعد كده اطلع بال4 سلاسل، 1 2 3 4، لفه خيط انزل في نفس المكان اللي انا طلعت بيه بالسلاسل 3 مرات، 1 2، تالت مرة في نفس المكان. بعد كده لفة خيط وادخل في تاني غرزة حشو اللي بعدها هدخل فيها واكون برضو 3، 1 2، تالت غرزة عمود غير مكتمل معايا في نفس التانية في تاني غرزة حشو. بعد كده لفة خيط وهاخد الغرزة التالتة واكون فيها برضو 3 عمود غير مكتمل، 1 2 3 نفس المكان. كونت ال10 لفات، هاخد لفة خيط واقفلهم مع بعض مرة واحدة واقوم قافله عليهم ب4 سلسلة، 1 2 3 4، واقوم نازلة مع اخر عمود معايا اخر غرزة انا اشتغلت فيها في حشو هدخل معاهم واقوم اخده لفة خيط من تحت واقوم قافله عليها بغرزة منزلقة. وكده ده الفرع الثالث، وهكذا بقى اكمل بقية الفروع. هتنقل الغرزة اللي بعدها واخد لفة خيط واطلع اكون حشو وهكمل كده. هنا خلاص اخر فرع معايا كونت ال10 لفات اللي على الابرة،
هاخد لفة خيط اقفلهم مع بعض وابدأ اطلع معايا بالاربع سلاسل، 1 2 3 4. تمام. وهننزل في اخر مكان انا اشتغلت فيه وادخل فيها واخد لفة خيط من تحت واقفل عليها بغرزة منزلقة. تمام. وعشان نقفل الوردة بتاعتنا هدخل مع اول فرع معايا كده واخد لفة خيط من تحت واقوم سحبة وقافلة بغرزة برضو ايه منزلقة، وهناخد سلسلة. بكده خلص شكل الوردة بتاعتنا بالشكل ده معانا. هنضيف ليها هنا بقى معانا فص اللولي بتاعها بالشكل ده، حسب رغبتك طبعا، عايزه تضيفيه او مش عايزه تضيفيه. تمام. هيكون شكلها كده معايا بالشكل ده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم النهارده. ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتنا، ويا ريت المشاركه مع الاصدقاء والحبايب عشان قناتنا تكبر بيكم. كان معاكم سمر من قناه افكار نوري. مع السلامه.